صحافة توني بولس، شو رأيك اليوم باستدعاء زميلك رامي نعيم بهالطريقة؟ يعني بكل تأكيد نستنكر هذا الموضوع. نعتبر انه القضاء اليوم عم بيتعدى على الاعلام وعلى الديمقراطيه. اليوم المعايير بلبنان صارت بالقلب. بالوقت اللي يفترض القضاة هن يحترموا القانون ويمشوا وفق الاصول، عم نشوف بعض القضاة عم بيكونوا سياستهم انتقاميه بحق المواطنين. وقت يفترض القضاء والمؤسسات تحمي الديمقراطيه بالبلاد، عم نشوف انه لولا الاعلام ولولا المؤسسات الاعلاميه اليوم لبنان كان هو دوله مثل نظام البعث بسوريا ومثل ولايه الفقيه بايران ومثل كوريا الشماليه، مثل هالانظمه القمعيه الرجعيه المتخلفه يلي اليوم بعكس الزمان ماشي والتاريخ. فلذلك يعني بنتاسف انه الايه مقلوبه، وصار الاعلام يلي هو محافظ على هالديمقراطيه هو بقفص الاتهام. القضاة يلي هن يفترض يعرفوا من الاصول القانونيه والقضائيه اكثر من غيرهم، هن عم بيحتقروا القانون، عم بيحتقروا المؤسسات. في عنا شيء اسمه محكمه مطبوعات متخصصه بقضايا الراي العام، وهيدي من اهم المحاكم بالدول الديمقراطيه والمتقدمه، لانه هي بتجسد رقي المواطنين. نحن ما عم نقول انه الصحفيين ما بيتقاضوا او بيتهربوا من القانون او هن فوق القانون ابدا. عم نقول انه اليوم في اصول لملاحقه الصحفيين، لانه الصحافي هو يخاطب الراي العام وعم ينقل قضيه عامه، ما عم بيرتكب جريمه، منه فاسد بالدوله مثل بعض القضاة، منه حرامي عم بيغطي او في قاضي عم بيغطي جرائمه وارهابه وسرقته وفساده مثل بعض القضاة. هؤلاء القضاة هن لازم يكونوا بالسجون، وهن لازم يكونوا مدعى عليهم، وهن لازم يكونوا ملاحقين لما يرتكبوه، لانه عليهم عاتق مسؤوليه حمايه الديمقراطيه فيما هن السوسه يلي تنخر في جسم هذا الوطن. وبالتالي دولة بلا قضاء عادل وسليم ما في دولة، لأن الدولة بتقوم بأهم مؤسسة هي مؤسسة القضاء. من هذا المنطلق بنقول نحن علينا إعادة تصويب العمل القضائي وتصحيح القضاء، لأنه دولة ما فيها قضاء بتصير دولة نظامها نظام مستبد، نظام قمعي ويقضي على الحريات. وهون نحن بنشكر كل إعلامي وكل صحافي وكل مؤسسة إعلامية بعدهم عم بيناضلوا تيحموا هالديمقراطية، لأنه لولاهم تأكدوا انه ما كان في لبنان اللي بنعرفه اليوم. كان اليوم لهم لبنان مثل ضاحية جنوبية بيطلعوا بيعتذروا من صباط حسن نصر الله كل ما كان عندهم رأي بيطوعوهم وبيقمعوهم وبيستبدوا فيهم. ولا يحميك، انت سقفك دايما عالي. انت شو بتنصح زميلك يروح يمسوا للقضاء نهار التنين؟ يعني مثل ما قالوا المحامين في تبرير قانوني واضح في مخالفة للأصول، وبالتالي من هذا المنطلق بنقول لا، أكيد مش لازم يمسون، وما لازم يكون هيدا تكرس قاعدة. يعني نحن بنرفض نكرس قواعد خاطئة كقاعدة يعتمدوا عليها لاحقا باستجرار صحفيين وأصحاب رأي لمحاكم جزائية أو يحولون على أفرع أمنية. يعطيك العافية.